دايما الدراما كانت بتصدر لنا صورة معينة للإساءة الجنسية، يا إما دوشة وخناق وعياط وصريخ، وكنا أحيانا دايما مرتبط بالنسبة لنا إنه دي حاجة وحشة قوي. زمان كانت أفلام أبيض وأسود، الإزاز بيخبط والمطرة بتمطر فيبقى في حاجة وحشة حصلت. بعد كده بقى صريخ وسويت زي فيلم الاغتصاب، مشكلة كبيرة. مؤخرا ابتدينا نلاحظ إنه الصورة الذهنية للمشاهد اللي ليها علاقة أو الأفكار اللي ليها علاقة بالإساءة الجنسية ابتدت تختلف، فأحيانا بتاخد صورة إنه البيت العادي اللي احنا عايشين فيه. بس الأوحش بقى إنها ابتدت تاخد صورة لها علاقة بالكوميديا، وكأني بعمل نوع من أنواع التبسيط لفكرة الاعتداء أو إن أنا أخترق الخصوصية الجسدية بتاعت اللي قدامي، سواء بالكلام سواء بالإيماءات أو سواء بالفعل، بس بتتحط في إطار دمه خفيف. فده بيخليني الفكرة ما عادتش مزعجة قوي إن أنا بعتدي على حد أو بخترق خصوصيته زي ما كنا بنشوف في الأفلام اللي فيها خناق وصريخ والشبابيك بتخبط والمطرة بتنزل. الصورة اللي بتوحيلي بالانزعاج عكس الصورة اللي بتوحيلي بالضحك والانبساط، وكأن الفعل هنا مش فارق عن هنا كتير. مضمون الفعل نفسه، مضمون الفكرة نفسها مش مختلف، بس أنا هنا اديتك انطباع بالانزعاج وهنا اديتك انطباع انها اتس اوكي، عادي، بنضحك بنهزر، هي ممكن تحصل في هزار. وده بيعمل بلبلة في رؤيتي لنفس الموضوع، تعدي على الآخر واختراق الخصوصية الجسدية للآخر شيء مرفوض، فما ينفعش أحطه في صورة كوميدية.